السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجزء الاول عرفنا ان في شاب عايش في وانجراتا في استراليا، واللي كان محظوظ جدا لانه اكتشف ثغره بسيطه في سيستم البنك من خلال ماكينه الصرف، واللي خليته يسحب فلوس زي ما هو عايز وببلاش ومن غير ما تحسب عليه. ولان مدينته صغيره كل الناس اخذت بالها من الفلوس الكتير اللي بقت معاه واللي بقى يصرفها على المراهنات والخمره بدون حساب، ولحد ما وصل لصاحب الحانه اللي هو شغال فيها ان تقريبا دان كل الفلوس اللي معاه ديت هي فلوس الحانه، وان هو بيسرقها ويصرفها على المراهنات والخمره. وبعد ما شك فيه صاحب الحانه اتصل بيه وقال له ما تطلعش على الحانه وتعالى لي على المكتب بتاعي الصبح. بالفعل دان اخذ بعض الصبح وطلع على صاحب الحانه. ايه اللي حصل ده اللي هنعرفه في الحلقه بتاعتنا النهارده بعد ما باقي الجزئين. انا يعتبر لخصت لكم الجزء الاول في اللي قلته لك، ولكن لو حابب تتفرج على الحلقه هتلاقي اللينك في الديسكربشن، الافضل انك تتفرج عليه. يلا بقى نكمل بقيه حلقتنا. وفعلا دان تاني يوم الصبح طلع على مكتب صاحب الحانه، ولقى ان هو مدخله في مكالمه جماعيه مع رئيس موقع TAB، واللي بيقول لصاحب الحانه ان احنا متتبعين دان من فتره طويله، وان هو بينفق انفاق كبير قوي على المراهنات غير طبيعيه، واحنا عملنا له حظر لمده سنه. وطبعا الانفاق بالطريقه دي كان بيثير الشكوك حوالين دان، وقرر صاحب الحانه ان هو يرفد دان من شغله. وبعد ما انفصل دان من الشغل اللي هو ما كانش محتاجه اصلا، انتشر الخبر بسرعه في المدينه، لان المدينه زي ما احنا قلنا ان هي مدينه ريفيه وصغيره، فانتشر الخبر فيها بسرعه لحد ما وصل لخطيبته. ولما وصل لخطيبته كان وصل ان سبب رفض دان هو تجارته في المخدرات، ان الفلوس كلها اللي بيصرفها دي مش هتكون مع واحد الا لما يكون شغال في الممنوعات. واول ما عرفت خطيبته الخبر بعتت له رساله ان هي مش عارفه هو شغال في ايه دلوقتي ومصدر الفلوس بتاعته دي ايه، وان هي مضطره ان هي تبعد عنه. دان في الوقت ده اتخنق جدا وحس ان هو محتاج حد يفضفض معاه، وطبعا ما قدمهوش الا اعز اصدقائه. فاتصل دان بمارك وقعد يقول له على كل اللي حصل معاه وعلى مصدر الفلوس الكتيره اللي معاه دي، وان هو يقدر يجيب اكتر منها كمان. فمارك راح رد عليه وقال له انا ماليش دعوه بمصدر الفلوس دي، وان كل اللي انت قلته دون مش هيغير نظرتي عنه، وافضل صديق ليك زي ما انا، وهفضل اجي لك ونقعد مع بعض ونسهر مع بعض ونشرب مع بعض، مفيش اي حاجه هتتغير من ناحيتك. فقال دان لمارك ايه رايك ان احنا ناخد اجازه وناخد رحله في ميلبورن نفرغ فيها عن نفسنا شويه وننسى فيها الايام اللي فاتت دي، وعلى حسابي طبعا. مارك قال له والله فكره كويسه ويلا بينا نروح. وعلى طول دان حجز اول قطر طالع على ميلبورن. وصل دان ومارك ميلبورن في نص الليل، فضلوا ماشيين في الشوارع في نص الليل لحد ما وصلوا لفندق كراون بلازا. وعلى طول حجز دان غرفه دبل. كراون دون زي ما قلنا قبل كده اللي كان شغال فيه دان كان اكبر فندق في ميلبورن، وكانت طبعا الحياه فيه غاليه، وحجز دان على طول حجره دبل، وكانت الغرفه فخمه جدا. وجاب دان الريموت بتاع الستار الاوتوماتيك ورفعها، وشاف دان ومارك منظر لميلبورن حسسوا ساعتها ان الفلوس هي اللي هتحقق له كل احلامه، وان بسبب الفلوس كان دان محروم من كل الرفاهيه دي. وقف دان لحظات بيفتكر كل الايام اللي عدت عليه، الحانه اللي كان شغال فيها وهو بيطرد منها، المراهنات والخساره الكبيره اللي خسرها فيها، الاشاعات اللي طلعت عليه وسيبان خطيبته بسببها، وفاق دان من اللحظه البائسه دي وفي حاجه من جواه اتغيرت فيه، وقرر من اليوم ده ان هو هيعيش حياته زي ما هو عايز. وسحب دان فلوس كتير جدا، وكان بيدي لكل اللي يقابله فلوس، يدي للنادي البقشيش كويس بمئات الدولارات، والهاوس كيبنج بتوع الغرف، وكان بينزل صاله المراهنات هو وماركو، وكان بيخشوا مراهنات بمبالغ كبيره جدا، وكان طبعا بيخسرها كلها. طبعا هو قاعد بيراهن في اكبر صاله مراهنات في استراليا كلها، يعني كل اللي موجودين فيها ناس رجال اعمال واغنياء حقيقيين. فكان دان بينزل لكل اللي موجود في الصاله على حسابه مشروبات، وكان كله بيبص لدان وهو مستغرب. راح جات له موظفه من الصاله ووطت عليه وقالت له هو انت من اثرياء العالم؟ راح فكر دان بسرعه كده في اثرياء العالم وصنف نفسه ان هو سابع واحد، وقال لها لا 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 انا في قبل مني كتير اثرياء ولكني انا سابع واحد في العالم. ومع الصرف الكتير ده كان دان عايز يغير طريقه سحبه من الفيزا، لان الفيزا ساعتها كانت بتضايقه، لان كل شويه كان بيتصل بيه البنك وبيقول له على العمليه اللي هو بيعملها دلوقتي هل دي تحت علمك ولا لا، وبالذات ان هو كان عايز كاش كبير يكون في ايديه. وعاش دان ومارك في اجازه كانت جامده جدا، يعتبر مارك نسي فيها اسمه، وبتخلص اجازه مارك ولازم مارك يرجع لشغله تاني، وبيوصل دان مارك للقطر، وبيرجع هو بيقعد في الغرفه بتاعته وحيد ومش عارف يعمل ايه. بس على طول اكتشف مارك صديق ليه قديم من ميلبورن، وهنسميه ريتشارد علشان ما عرفناش اسم ليه. واتصل دان بريتشارد وقال له تعالى على فندق كراون علشان نمرح شويه ونشرب الطم. فكر ريتشارد كده في عرض دان ووافق، مع انه كان مستغرب جدا من عرضه، وهم سهرانين وبيلعبوا مراهنات تيجي الساعه 12 عليهم. وبيضطر دان ان هو ياخد ريتشارد معاه لاقرب مكنه صرافه تبع البنك الاسترالي علشان يعمل التحويل بتاع النهارده. وبيشوف دان وهو بيعمل عمليه ولقى ان في حساب التوفير 7000 جنيه، وقال له كويس اللي انت معاك 7000 جنيه في حساب التوفير، انت كويس اللي انت قادر تدخر فلوس. ويخرج دان بطاقه الكريدت
كريدت كارد ويدخلها في المكنه، وريتشارد مراقبه، فبيلاقي ان رصيد الكريدت كارد بسالب 1980 دولار، وبيلاقي دان ان هو بيحول من حساب الكريدت كارد 50,000 دولار. بتديله رساله خاطئه وبتطلع المكنه تلقائي البطاقه، وبياخد دان بطاقه الكريدت كارد وبيحط بطاقه توفير، فبيسلم على الرصيد فبيلاقيه 57,000 دولار. فبيتجنن ريتشارد، بيقول له ازاي حصلت دي؟ انت ازاي حولت من حساب الكريدت كارد مع انه بالسالب لحساب التوفير، واديت لك ان هي معامله خاطئه ومع ذلك اتحولت لك الفلوس، ممكن تعملها مره كمان؟ ففعلا دان قررها تاني مره وحط بطاقه الكريدت كارد وحط بطاقه التوفير واستعلم عن الرصيد، وبعد كده طلعت المكنه بطاقه بطاقه التوفير، وبعد كده طلعت المكنه بطاقه التوفير وحط دان بطاقه الكريدت كارد، وعمل تحويل ب 50,000 دولار من حساب الكريدت كارد لحساب التوفير. وراحت طبيعي المكنه اديت له رساله بعمليه خاطئه وطلعت البطاقه بتاعت الكريدت كارد. خد دان بطاقه الكريدت كارد وحط بطاقه التوفير واستعلم على الرصيد فلقاه 107,000 دولار. فاتجنن ريتشارد وقال له ازاي انت بتعمل الحركه دي؟ فقال له دان على القصه كلها وقال له ايه اللي بيحصل معاه. خدوا بعضيهم وطلعوا على الفندق. دان قال لريتشارد يلا بقى علشان ننزل نراهن، علشان انا خسران كتير قوي في المراهنات وعايز ارجع كل خساره. ريتشارد راح بص له باستغراب كده وقال له هو انت ليه بتعوض الخساره وتراهن اصلا؟ انت ساحر بتجيب الفلوس من الهوا ومش محتاج ان انت تعوض كل الخساره دي. فكر دان في كلام ريتشارد واقتنع بيه وقال له انت عندك حق. وفكر في باله وقال ان انا كده كده هينتهي بيا المطاف في السجن، ايه اللي هيخليني اضيع وقت في المراهنات؟ انا من النهارده هعيش كل يوم افضل من التاني. واول ما طلع عليه صبح تاني يوم اتصل على طول دان باصدقائه مارك وايفون وخلاهم ياخدوا اول قطر على ميلبورن. وكده جمع دان اصدقائه كلهم ريتشارد ومارك وايفون في غرفه الفندق، وابتدوا في جنون الشراء وفي جنون الصرف، وابتدوا يشتروا اي حاجه هم عايزينها ومش عايزينها. اللي كان عايز هدوم يجيب له اقيم واغلى الهدوم، واللي عايز عطور كان يجيبوا اغلى العطور، واللي كان عايز ايفون يجيب له اخر اصدار. كان اي حاجه بيحتاجوها كان على طول دان بيشتريها، ده غير سهرات كل يوم اللي كان بيتصرف فيها الاف الدولارات، والكاش اللي مديهولهم دان مع كل واحد. دان بصراحه ما كانش مقصر مع اي حد من اصدقائه ولا مع نفسه، فلوس جايه له من الهوا وملهاش اول من اخر. كل اللي كانوا بيعوزوه بيلاقوه، وكان الصرف ببذخ جدا، سهرات بالليل ومشروبات على حساب دان لكل الحانه، غير الاكراميات اللي بيديها للسواقين وموظفين صاله المراهنات والهاوس كيبنج، والفلوس اللي بيصرفها على اصدقائه، لدرجه ان هو كان بيتنقل هو واصدقائه بعربيات ليموزين، عربيه ليموزين تفضل مستنياهم بالسواق بتاعها معاهم، تفضل تاخدهم من مكان لمكان، لدرجه ان هم كانوا بيروحوا محلات بيخلصوا كل اللي فيها يشتروه. كان الصرف بدون جدوى، صرف ببذخ وفلوس لا نهائيه جايه له من الهوا، ده غير ان هو كان بيسدد ديون الطلاب. مره من المرات قالت له واحده من اصدقائه ان هي عايزه تسافر فرنسا وتدرس في جامعه من جامعات فرنسا في باريس، ولكن للاسف الفلوس مش مكفيه معاه. على طول في نفس اليوم كان دافع دان مصاريف الجامعه وسفرها. وفي مره من المرات وهو ماشي لقى شاب بيعزف جيتار، فوقف وعجبته الموسيقى بتاعته وما لقاش اي حد بيتفرج عليه. دان راح جمع الناس وقعد يديهم 50 دولار وخلى كل الناس تتفرج على الشاب ده، ومن كتر الناس اللي كانت بتتفرج على عزف الجيتار ده وقفوا حركه المرور. بيتهيألي كده ان دان كان بيحس بسعاده من عمل الخير، كان دايما بيحاول ان هو يرضي ضميره بمساعده الفقراء، وكان حرفيا مدمن على تحقيق احلام الناس. كان في مره من المرات كان بيتعشى في مطعم ديبا نايكي جريل، وهو كان بيتعشى كان قاعد بيتكلم مع زوجين كبار في السن، وقالوا له ان حلم عمرهم ان هم كانوا يطلعوا عطله سياحيه لهاواي، ولكن ما قدروش ان هم يجمعوا تكلفه الرحله، فقرروا ان هم يخلوهم في استراليا ويسافروا لكوينزلاند بدل هاواي. وعلى طول عرف دان تكلفه الرحله ودفع لهم 20,000 دولار نقدي في نفس الوقت، ودي كانت تكاليف السفر بالكامل. وكان دايما بيدور على الناس اللي هم الهوملس علشان يحجز لهم غرف فخمه في فنادق كبيره علشان يستحموا ويعيشوا عيشه نظيفه شويه، لدرجه ان جه اتصال لدان في يوم من مدير الفندق بيقول له ان الشخص اللي انت كنت حاجز له الغرفه اخذ من الغرفه المناشف والملابس والغلايه. فابتسم دان وضحك وقال له اخصم ثمنهم من الكريدت كارد بتاعي. وفي يوم من الايام دان لقى ان الكريدت كارد مش بيساعده ان هو يصرف مبالغ كبيره، اي نعم بيصرف مبالغ كبيره بس محدوده برضه. فدان فكر ان هو يجرب حركه مجنونه انه يسحب مبالغ كبيره زي 100,000 دولار مثلا، بس ده هيضطر ان هو هيروح يسحبهم من البنك. وطبعا الحركه دي ترعب لان هو عارف هو بيعمل ايه بالظبط، هو بيسرق فلوس البنك ده، فلو البنك اخد باله اكيد هيبلغوا الشرطه وساعتها دان هيتحبس لاجل غير مسمى. دان راح حول من ماكينه الصرف 500,000 دولار لحساب التوفير. بعد تردد كبير ورجل قدام ورجل ورا اتكل على الله دان وراح على البنك، وهو كان مرعوب من جواه. دخل على البنك وهو واثق من نفسه كده وهدى اعصابه، وطلب من موظف البنك ان هو يسحب 100,000 دولار من حسابه، وراح اداله البطاقه الشخصيه ورقم الحساب علشان يسحب له من حسابه. فموظف البنك اتخض من الرقم 100,000 دولار مره واحده. طبعا في حاله سحب مبلغ كبير لازم بيرجع موظف البنك لمديره علشان يديله اذن من على السيستم، ويروح الموظف ويخش لمديره، ويتاخر الموظف عند مديره اكتر من 20 دقيقه، ودان واقف منتظر واعصابه سايبه خالص. وساعتها كان قلبه يكاد انه يخرج من صدره، وساعتها
ساعتها حس ان هم خلاص كشفوا امره وبيطلبوا ليه الشرطه، ان هو بدل ما ياخد الفلوس الشرطه هي اللي هتيجي تاخده. ولكن قبل ما يقف قلب دان بيخرج موظف البنك من عنده مديره وهو مبتسم وبيصرف لدان ال100,000 دولار. الحركه دي كانت جريئه جدا من دان، بس اللي خلاه يعملها ان هو كان يائس وعارف ان هو في يوم من الايام هينكشف وان مفيش مفر. هو بيستغل كل فرصه قدامه قبل ما ينكشف، لان كل يوم كان بيجي عليه كان بيبقى متاكد ان هو ده اليوم الاخير واللي هينكشف فيه وهيدخل فيه السجن، فكان بيستغل كل لحظه وبيستمتع بالفلوس على قد ما يقدر. في مره من المرات عمل دان حركه مجنونه واجر جزيره في بالي لمده يومين وراح ليها بطياره خاصه كان مأجرها ب90,000 دولار وقعد فيها يومين كاملين، بس يومين كلفوه حوالي 200,000 دولار. هتقول لي طبعا ايه لحظه كان يومين ازاي؟ كان واخد ماكينه صرف معاه؟ هقول لك لا، دان كان مدي لواحد من اصحابه البطايق. كان دان خلال الرحله كان بيتصل بيك كل شويه علشان ياكد عليه التحويل، وفضل الصرف ماشي زي ما انت شايف كده. وبعد 4 شهور دان كان سحب $1,000,000. في 4 شهور صرف $1,000,000 ودان كان عايش عيشه فيها ضغط عصبي قوي جدا برغم البذخ اللي كان فيه والصرف ده كله، لكن في نفس الوقت كان عايش في قلق وخوف وتوتر دايم. ما كانش بيعرف ينام الا لما كان بيصحى علشان ما يفكرش ولا تجيله مشاعر القلق والخوف دي تاني. بعد ما خلاص بقى دان عمل كل حاجه كان نفسه فيها واكتر، حس دان خلاص ان هو مش قادر يعيش تاني في القلق والخوف والتوتر اللي عنده، ده غير تأنيب الضمير اللي كان عنده بسبب كل الفلوس اللي بيصرفها وهي مش من حقه. لحد ما جه في يوم من الايام وجمع اصحابه جوه الغرفه وقال لهم خلاص انا مش قادر اكمل تاني بجد، خلاص انا مش قادر اكمل اكتر من كده، مش قادر استحمل الضغط النفسي اللي عليا اكتر من كده. وطبعا اصدقائه كلهم اتصدموا من الخبر، ولكن في الاخر تفهموا الموقف وقدروا الضغط العصبي اللي بيمر بيه دان. قال لهم دان بصوا انا هسحب سحبه اخيره وكل واحد فيكم ياخد اللي هو عايزه. وفعلا دان سحب سحبه اخيره وادى لكل واحد من اصدقائه اللي هو كان عايزه، وكده وصل مجموع المبلغ اللي سحبه خلال الايام اللي فاتت $1,600,000 دولار. وبعدها دان وقف في اليوم ده ان هو يروح للمكنه، يعني مش هيعمل اي تحويلات تاني. يعني معنى كده ان $1,600,000 دولار هيتحولوا في حساب دان بالسالب بعد 24 ساعه بعد ما النظام يصحح نفسه. اصحاب دان خدوا بعضهم ورجعوا على ونجراتا وودعوه، ودان فضل قاعد في الفندق مستني قدره، وكان معاه مبلغ كاش صغير $80,000 دولار، وكان حاطط الفلوس دي في شنطه فندق هيلتون، وسجل خروج من الفندق اللي هو فيه وراح لفندق اقل سعر منه شويه وسجل دخول فيه، وراح فضى دان الفلوس بتاعته في فانيو الغرفه. وفضل دان قاعد في الغرفه مستني ان البنك يتصل بيه او الشرطه تجيله، لان البنك اكيد جاله خبر ان في حساب توفير في مبلغ كبير ظهر بالسالب. وفعلا بعد كام يوم جه دان اتصال من البنك وبيقولوا له ان في نشاطات غريبه حصلت على الحساب بتاعك، تقدر تشرح لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ رد عليهم دان وقال لهم والله انا ما اعرفش، ولكن انتوا اكيد ادرى باللي بيحصل. فردوا عليه وقالوا له ان احنا هنحقق في الموضوع، ولو لقينا انك السبب في اللي حصل ده احنا هناخد عليك اجراء وهنبلغ الشرطه على طول، وبنحذرك انك ما تحاولش تهرب ولا تتجاهلنا. دان طبعا عارف الموضوع فقال لهم خلاص انا في انتظاركم تمام. وفضل دان قاعد في غرفه الفندق يوم والتاني وشهر بالكامل ومفيش حد اتصل بيه ولا سأل عليه. طبعا ان انت في انتظار ان هيحصل لك مشكله وان انت هتتسجن ده بيبقى صعب جدا، فدان كان تحت ضغط عصبي ونفسي قوي قوي، فقرر ان هو اللي هيتصل بيهم بنفسه لانه مش هيقدر يستحمل ان هو يفضل تحت الضغط ده اكتر من كده، لانه صعب جدا انك تعرف ترتاح وانت مستني خبر زي ده وانت عارف انه في لحظه هتيجي عليك الشرطه وهتاخدك للسجن في اي وقت. اتصل دان بالبنك ورد عليه واحد اسمه بيرني، وعلى ما اعتقد ان بيرني ده هو مدير البنك، ورد عليه حرفيا كده انت ولد سيء وضيعت حياتك وهتتسجن على كل اللي عملته ده، وكأنه بيكلم طفل صغير وبيوبخه، والموضوع دلوقتي في ايد الشرطه وهي بتحقق فيه دلوقتي. طبعا دان بعد المكالمه دي دان قال خلاص واتاكد ان مفيش مفر وان في اي وقت هتيجي الشرطه وهتقبض عليه، وخلاص فضل دان في الغرفه ومستني. وطبعا سهل جدا للشرطه ان هي تعرف توصل ليه لان حجز الفندق باسمه، ومجرد بحث صغير هيعرفوا مكانه فين وهيوصلوا له بسهوله. ومره تانيه بيمر شهر ومفيش اي حد بيعبر دان هو في ايه. المره دي ما قدرش دان ان هو يستحمل انه يبقى قاعد لوحده، ومش بس كده القعده في بيلمورن مكلفه وابتدت الفلوس اللي هي تنقص معاه، فاخد قرار دان ان هو يسافر لوانجرات ايا كان الشرطه هتعرف توصل لي بكل سهوله. بس الغريبه ان مرت شهور ومفيش اي حاجه وصلت له، وخلال الشهور دي كان في تواصل ما بين دان والبنك، وكان دايما كل ما يكلم البنك يقولوا له ان الموضوع دلوقتي في ايد الشرطه وهي بتحقق فيه ولازم يتقبض عليك وهتتسجن، وكان دايما البنك على طول بيهدده كل ما بيكلمه. لكن تخيلوا ان تمر سنه وسنتين ومفيش اي حاجه، يعني يمر سنتين ومفيش اي اجراء حصل غير التهديد من البنك وبس. وطبعا دان كان في حاله قلق وخوف مستمر لدرجه ان هو اتصل ببعض المحامين علشان يعرف ايه موقفه في القضيه ويشوفوا ايه اللي قدر يوصل ليه البنك مع الشرطه، وهي التحقيقات اللي بتعملها الشرطه دي وصلت لفين. ولكن المحامين ما قدروش يوصلوا لاي حاجه،
ولا قدروا ان هم يفيدوه باي حاجه. والغريبه ان كان كل ما يتصل بالبنك كانوا يفضلوا يهددوا فيه ويقولوا له ان انت هتتسجن ومش هنسيبك وما تحاولش انك تهرب او تتجاهلنا. كان فعلا معيشينه في رعب حقيقي، وفعلا دان ما بقاش قادر ان هو يعيش حياته، وفي نفس الوقت مش قادر يعرف هو البنك بيلعب بيه ولا هم مش عارفين ان هم ياخدوا اي اجراء معاه. وخلاص وصل دان ذروته ومش قادر ان هو ينتظر تاني اكتر من كده، لانه فعلا عايش حياه صعبه، لا هو مسجون ولا هو عايش حياته، عايش تحت التهديد. فقرر دان ساعتها ان هو يعمل حاجه مجنونه، ان هو يطلع للاعلام وينشر قصته بنفسه. تواصل مع صحيفه من اشهر الصحف في استراليا واداهم قصته، فقدموا ليه دعوه، وواحد من الصحفيين عمل مقابله معاه ولبسوه بدله وركبوه طياره خاصه وخدوا كده كام صوره للمقال اللي هينشروا عنه في الصحيفه. وفعلا نشروا المقال، والاول مره قصه دان تبقى معروضه للعامه كلها. لكن برغم الحركه المجنونه الا ان الموضوع ما انتشرش بالشكل الكافي اللي يخلي البنك يعمل رده فعل. فقرر دان ساعتها ان هو يعلي الليفل شويه، وتواصل مع برنامج كان اسمه كرانت افير، واحد من اشهر البرامج اللي بتتعرض على التلفزيون الاسترالي. معدين ومقدمين البرنامج اول ما سمعوا قصه دان عجبتهم وقدموا ليه دعوه انه يجي لجلسه تصوير هتستمر لمده اسبوع. جابوا ليه طياره خاصه وعربيات ليموزين علشان يقدروا ان هم يصوروا الفتره اللي كان عايشها بفلوس البنك. Like a fat white Kanye West, but you know. بعد تصوير الحلقه فضل دان مستني اسبوع لحد ما يخلصوا مونتاج الحلقه ويعرضوها على التلفزيون. البرنامج ده كان بيشوفه ملايين الناس، يعني اكيد اول ما هيتنشر ويشوف البنك هيكون ليه ردة فعل على طول، وعلى الاقل هيكون عارف دان ايه موقعه في القضيه دي. فكان متحمس ومنتظر بشغف ان الحلقه دي تتنشر بسرعه على التلفزيون. واخيرا لما جه ميعاد عرض البرنامج فضل دان يتفرج عليه من اوله لحد اخره. انتشرت القصه وانتشرت التقارير، وطبعا القصه اللي صورها كانت مختصره ما كانش فيها كل التفاصيل، لكن اللي اتعرض كان يفي بالغرض انه يجبر البنك انه يعمل اي ردة فعل. ولكن اثناء ما كان دان بيتفرج على اخر الحلقه حصلت حاجه غريبه جدا، ان لقى المذيعه قالت في نهايه البرنامج We did however speak with him by phone and encourage him to hand himself in. At this stage he's chosen not to contact police, who now want to arrest him. If you know his whereabouts, contact Crime Stoppers on 1-800-333-000. ان في مذكره اعتقال على دان، وانه حاليا يعتبر هارب، وان اي حد عنده معلومات عنه يبلغ الشرطه فورا. دان قاعد بيتفرج وهو مصدوم ومش مصدق اللي هو بيتفرج عليه واللي هو بيسمعه. ايه اللي هم بيقولوه ده؟ انا عندي مذكره اعتقال وكمان انا هارب؟ ده انا اللي رايح بنفسي، ده انا كنت قاعد معاهم اسبوع كامل بصور، ازاي اكون هارب؟ دان بقى قاعد ومش مصدق نفسه من اللي هو بيسمعه. قال لو هم عاوزين يعتقلوني فانا ممكن اسلم نفسي عادي، بس هو ما كانش مصدق ان برنامج محترم زي ده ملايين الناس بتتفرج عليه وبتثق فيه يكذب ويقول معلومات مغلوطه وبيفتري كمان على الناس. وفي نفس اليوم اللي اتعرض فيه البرنامج اتصل بدان المنتج وقال له انه شخص ظريف جدا وهو سعيد ان هو التقى بيه، وساله ان كان مبسوط بالناتج النهائي اللي هو شافه النهارده ولا لا. طبعا دان ما كانش سعيد خالص بالبرنامج، وبالذات الكلام اللي اتقال عليه في اخر البرنامج. في اخر الكلام ما بينهم المنتج قال لدان لو انت حابب تاخد الصور والمستندات تقدر تعدي عليا في المكتب يوم الخميس هتلاقيني موجود. دان طبعا عارف ان ده كان كمين، وكان مستغرب ومش عارف ليه هم بيعملوا كده. لو هم عايزيني ان اسلم نفسي انا هسلم نفسي، انا عايز اسلم نفسي، وعامه انا عايز اساسا اشوف ايه اللي هيعملوه حتى لو ده كان كمين. انا هروح، لو هم عايزين يمسكوني يمسكوني، حتى لو في اعتقال يعتقلوني، بس المهم ان انا اخلص. وفعلا اول ما جه يوم الخميس الصبح راح دان لمكتب المنتج زي ما وعده، واول ما دخل من الباب لقى كميه مصورين كتير جدا قاعدين يصوروا. مره واحده لقى شرطي جاي عليه وقال له انت راهن الاعتقال، ولف دان وراح كلبشه. وكل ده وكاميرات البرنامج قاعده تصور. ودان ساعتها عرف هم كل ده ليه قاعدين يعملوه، علشان هم عايزين يختموا الحلقه بتاعت البرنامج بتاعهم، وعلشان الشغل يكون اقوى يقدروا يجيبوا اعلانات اقوى، وان هم اللي مسكوا الحرامي. وفعلا اخدوا بصمات دان وبدون تحقيق او مقابله حطوه في الحجز على طول. وبعد ما وكلوا محامي لدان، المحامي قال له على حاجات غريبه جدا محدش يقدر يصدقها. اولا ان الشرطي اللي مسكك قدام الكاميرا ده مش شرطي حقيقي، الشرطي ده كان صديق المنتج اللي صور البرنامج، واتفق المنتج مع الشرطي ده ان هو يجي يمسكك قدام الكاميرا، ان هو يجي يعمل المشهد ده وبس، وما كانش يعرف اي حاجه عن القضيه. علشان كده دخلوك الحجز بدون ما يحققوا معاك ولا يعملوا معاك مقابله، وكان ده كله مبني على اعترافك في البرنامج. الشرطه اصلا ما كانش عندها خبر بقضيه دان ولا كانت بتحقق في الموضوع، ولا البنك رفع اساسا على دان قضيه بسرقه الفلوس دي كلها، يعني ما كانش في قضيه اصلا. دان ساعتها كان داخل في صدمه كبيره جدا، وعرف ان كل التهديدات اللي كانت بتهددها ليه البنك كانت تهديدات بدون فعل، لان البنك بكل بساطه ما يقدرش ان هو يفضح نفسه ويقول ان هو عنده خلل في النظام بتاعه، النظام اللي بيحمي فلوس العملاء اللي بتحط فلوسهم عنده، وان السيستم بتاعهم كان فيه خلل خلى واحد يسحب $1,600,000 من فلوسهم، ولو الخبر ده انتشر كانت كل عملاء البنك دي سحبت فلوسها، واسهم البنك دي هتهبط مره واحده.
واحده، وكان هيخسروا اكتر من $1,600,000 دول. يعني قرار البنك ده كان صح من وجهه نظر البنك، ان هو ما يقدمش اي ادانه لدان ولا يرفع عليه اي قضيه. كل ده طبعا ما استوعبوش دان الا بعد ما تم اعتقاله. تخيلوا بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. البنك وما قدمش قضيه ضد دان، ودان اعترف بنفسه قدام الملأ ان هو سرق $1,600,000، والمحكمه دعت البنك ان هي تيجي ترفع قضيه على دان بسرقه $1,600,000، ولكن البنك رفض ان هو يتدخل في القضيه دي لا من قريب ولا من بعيد، وان البنك ما بيتهمش اي حد لا دان ولا غيره. طب دلوقتي دان في القفص قدام القاضي واعترف على نفسه بسرقه $1,600,000، والبنك بينكر ده. القاضي يعمل ايه؟ اضطر القاضي ان هو يدي لدان سنه حبس فقط، وده القضيتين لانه اعترف على نفسه بسرقه $1,600,000، والقضيه الثانيه الحساب المدين بتاع الكريدت كارد اللي ما سدهوش $1,980. والقاضي بسبب ان البنك ما قدمش اي ادانه لدان اكتفى ان هو يديله سنه واحده بس على الاعتراف. طبعا دان محظوظ جدا وحظه سيء في نفس الوقت، لان ما كانش فيه اي قضيه عليه لولا ان هو اعترف على نفسه. وقضى دان سنه في السجن، وفي 2016 طلع من السجن، ولحد دلوقتي بيطلع دان في مقابلات على التلفزيون، وبيعمل مقابلات على اليوتيوب، وبيعمل بودكاست. في مقابله من المقابلات سأل واحد من الاشخاص اللي بيعملوا معاه المقابله: هل انت احتفظت باي فلوس من اللي انت اخدتها من البنك؟ فرد عليه دان وقال له: لا تعليق. انا معتقد ان دان اكيد شايل بعض الفلوس، او هو سحب اكتر من $1,600,000، ولكن هو مش عايز يقول عليهم عشان ما يفتحش العين عليه اكتر من كده. لحد هنا خلصت قصتنا، ولكن فيها تفاصيل اكتر من كده. لو انت حابب تعرفها هتلاقي اللينك لحلقه على اليوتيوب بيحكي دان فيها قصته بنفسه وهو في السجن وقبل ما يدخل السجن. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت تمام. يلا بقى اشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس لايك وما تبخلش عليا، وسلام. عدادي قفلت والدنيا مشبره، بصوب واصيب صح والدنيا مكبره، بصدق في احساسي وببلوك شوشره، فكرتي جوهره، منجم بيطلع افكار